سردين. على مال واحدة. اجمد. خلاص انت انت ده انت تمنع عنا احنا التموين، ادي اخرتك اهي. اتفخس عليك يا سردينة، ابلع عليك يا ابن والدي، ده خسارة فيه التفاف. يا مرسي ابو العباس. ايوه علورك، نسوان على فرانكا. ده من رعب مفيش واحد من بتوع عمام وهتدوب في ايدي. ادي لحالك يا زفر. فدي مناظر يبصلها برضه. انت بتعمل ايه يا رشوان؟ انت بتسرق الراجل ليه؟ احنا ما بنعملوش كده عشان نسرقه. انا اولى بممتلكاته، ويستفيد ايه الميت يا ابن والدي بحاجته بعد ما مات؟ كفن ملوش جيوب يا جدعان. كان لازمته ايه يا رشوان تجيب جتته معانا؟ كنت تسيبه متلقح لحد ما يعفن والدود ياكل جتته. ويقوله ده بقى نسيبه ازاي بس يا ابن والدي؟ ما ينفعش نسيب ديل ورانا. الله، قدر حد عطر في جته زي دي متلقحه على الطريق. هي دي اي جته يا جدعان؟ ده مسؤول التمويل الانجليزي. لو حد عطر فيها هيدوروا نواحيها وهيعتروا فينا، وكش بوم تخ روحنا بلوشي. ايش؟ بس احنا كده مش في الخالص برضه، معانا جثة وجثة محتملة. الملاف السعد يا زفر، ما تفولش على الجدع. عندنا دي يا اخويا. انا اسف يا عباس اخويا، ما نقصدش حاجة. غشيم ولسانك دبش، بس طيب وقلبك ابيض، علشان كده بناخدش على خاطري منك يا سردينة. وماله. طب قوم بينا خليل، وسردينة هيتهنوا مع عباس، واحنا نصطاد لنا جزء من عينة الدلعات. يتنوا؟ لا 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 لا، مفيش الكلام ده، انا جاي معاكم. ايه؟ مفيش دم خالص عند الافنديه؟ انتوا عايزيننا نسيبوا عباس وننزلوا في المرمطه دي؟ فيها خليل، انت الرمانة عندك ريحت يا اخويا ولا ايه؟ ما انا بنقول سردينة هيتهنوا مع الجدع. الزفر ها؟ لا يا اخويا، خدوا بقى انت وانزلوا قلبوا واسرقوا في الخواجات زي ما انتوا عايزين، لكن انا مش متحتح من هنا غير وكتفي في كتف عباس. احنا ما نعرفوش نتحرك خطوه من غيره. اصيل اخويا اصيل. وماله. انا عارف ان عباس المخ واحنا العضلات، واننا يعني من غيره انتوه، بس الجدع هيتحرك معانا ازاي وهو متمرمط المرمطه دي، والجو عاق والدم مبهدل السبع بنات. انا خايف عليه زيك يا اخويا ويمكن اكتر، عشان كده بنقول ان انت اللي تيجي معايا. كان اولى يا رشوان تقول هنشوف في اي عرزخانه كيس قطن ولا ميكروكروم، بس معلش هموت يا خليل. بس اوعى تقول كده ها، دلوقتي تقوم وتفوت بقى زي الفل. الرصاصه طلعناها خلاص، امال لو ما كنتش انت اللي مصفيه؟ ماشي، بس هو غدار وابن كلب خدك على سهوه. دلوقتي اخويا تقوم وتبقى زي الفل وترجع تنكب فينا زي عادتك. خدها سردين. ايه؟ اهو
تستقدرنا ازازه سبيرتو من على الامه، واوعى حد يقتلك وانت راجع. اوام وابوك سبرته منين بس يا ابن والدي السعادي؟ الله. خد يا عباس اخويا، سنة الافيون دي حطها تحت لسانك وهتبقى عال. ومفيش حد هيتحتح من هنا يا عم خليل، الدنيا مكركبه والجو مخنوق على الاخر. بنقولوا القليبه مدغدغه دكاكين المنشيه تما. خلاص يا عم رشوار، احنا اخويا بقى نقضوها افيون ونسيبوا الراجل سايح في دمه لحد ما يموت، ونقعدوا بقى احنا نندبوا عليه شبه النسوان. جرى ايه يا عم رشوان؟ ما تفولي نفسك شويه، ما كلنا اخويا ملطوطين في الموضوع ده، ولا هو لا مؤاخذه يعني شبكه الرؤيه عندك بعافيه شويه؟ انت بتقول عليا يعني نسوان؟ ما يقصدش يا رشوان اخويا. بنحسبه يقصد. يعني انت سبت كل كلام ومسكت في نسوان؟ خلاص يا اخويا، انت مش نسوان. عارف ليه؟ عشان النسوان ارجل منك، او على الاقل بتقف جنب رجالتها، وانت بقى رجالتها يا حياتها. خلاص خليل، خلاص خليني استسمح السنة. يا ابن الرافة دي هندغدغ بدماغك يا خليل. ما هو انت خرط وينبت الدم عندك قطعه، انا شغلها لك. النادي ايه؟ تحب تشوف؟ وريني. دم يا قلبي جبت. The sound is coming from here. Go go. ما تفتح يا عم. احنا لازم نمشي من هنا دلوقتي. يلا يا رشوان. سردنا من هنا الطريق. ثلاثة انجليز جايين، ثلاثة انجليز جايين. من غير نار، مش عايزين نحس عادي. افتح الباب. مالك افتح الباب. خليل وهي سردينة ورا الباب هناك. استبينا؟ استبينا. مش شوية خواجات احسن، ورحمة شرف امك انت وهو ما هتطلعوا من هنا على رجليكم. ارمي السلاح مصر جبان. مصر مين اللي جبان يا هات يا منك ليه؟ قرب يا قرب عشان افصل رقبة الزميل الجميل. وكاير ارمي السلاح. سلاح ايه اللي ارميه؟ السلاح اهو معكرك السلاح. طب في ايدي اهو. قرب كده، قرب يا قرب ولا ما بتفهموش عربي؟ طب هيا تقدموا. خليل 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 خليل. طب والمرسى والعباس رجالتهم شبه نسوان. سيب يا سردينة، ناولني بقى بسرعة. خلاص ليه في البابا بالطراحة؟ انا امسك نفسك يا خليل اخويا. ده من فخده ابن القرشانة. انا عامله ايه في القصه دي يا جدعان؟ دي فكره تبقى داخله علينا وهتبقى شوبش. ستوب. انا بحاولك يا خليل اخويا،
تاخدش على خاطرك مني. حبيبي اخويا، احنا اخوات، انا ما نقدروش نزعلوا منك ابدا. لا لا عشان انا كده هنزعلوا بجد. خلاص ازعل بقى يا خليل، ما احنا كده كده هنموت. موت زعلان. لا احنا رجاله يا الرجاله ما بتموتش، بتتعور. Open the door! Open the fucking door! Open the fucking door! Stop up! Stop up! Open the fucking door! Stop up! Okay! Okay! Ready? Don't shoot. Why, sir? They have a hostage behind this fucking door. So, Just take a deep breath and let us handle the situation logically, not physically. They are Egyptians. okay, sir. انتوا ما زهقتوش؟ كل ما نجري ورا امثالكم نجيبكم من حته. مش هنسكت طول ما انتوا محتليننا. احنا مش محتلين، احنا هنا بنحمي مصر يا اسمك ايه؟ احنا مش محتاجين لا حمايه ولا مساعده، احنا عايزين بلدنا تبقى لينا احنا وبس. محسوبك عباس يا خواجه. بلدكم دي من جارنا تبقى قرابة بس. احنا موجودين هنا من زمان قوي، انتم بس مش واخدين بالكم. احنا هنا بنحميكم. تحمونا ولما تاخدوا الفلاحين الغلابه اللي زي ابويا وعمي وترموهم في الصفوف الاولى في الحرب وتخلوهم يحفروا لكم الخنادق لحد ما يموتوا كلهم، هي دي الحمايه. لما تعدموا الناس في الميادين قدام اهاليهم دي حمايه برضه يا خواجه. دولوسا كون كارجينا القانون. انهي قانون ده يا خواجه؟ قانوننا احنا ولا قانونكم انتوا؟ اقوياء هم اللي يصنعون القانون. ومن امتى القانون كان في القوه؟ ومن امتى الكروت تملك جابة؟ بس حبيبي، قانونك ده تمشي بيه المدام بتاعتك يا خواجه، مش البلد دي. well في يوم من الأيام تهطمس الثالث عندكم كان قوي جدا، كان هو حط قانون العالم كله عليه التزام بالقانون ده. أما الآن جا دورنا إحنا نحط قانون وأنتم عليكم التزام. دول ما يعرفوش تاريخهم، انتوا عددكم قليل مش كايفين؟ احنا كتير. كتير قوي خواجه وما بنخلصش. ايه تحب نبعت نجيب لك تاني؟ We are so terrified. Really? We are so terrified. انتوا عايزين منا ليه؟ تفتحوا باب، ترموا سلاح، ترجعوا لركابكم مستسلمين. نعم. ما احنا قلنا لك بقى يا خواجه، امرك ده تمشيه على المدام مش علينا. إنكليز دخلوا كل العالم إلا 24 دولة لسه هندخلهم. To be an empire on which the sun never sets. تفتكروا بقى مش هنقدر ندخل أوضة زي دي؟ Well, let us do it in a practical experiment. Ready!
Logically, they run away. طول عمري بقول على المصريين دول زي الفئران، والفئران لازم تعيش وهي مستكبية.
قلت انتوا المصريين عاملين زي الفئران. الفئران لازم تموت بالأقدام. يا رب تكون مبسوط بقعدتك معانا يا خواجه. بإرادتكم أو غصب عنكم تفضلوا طول عمركم عبيد، وأنا أسيادكم. اهلا بيك في بلد اسيادك يا ابن الخواجه. ازاي مصريين مش تجافوا كده؟ عشان اللي مع الحق عمر قلبه ما يخاف. احنا معانا حق